بما اني حكايات في المطبخ، فانا قررت النهارده احكي لكم حكايه. يا ريت تسمعوها للاخر. انا اسمي امنيه ودي قناتي، واتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. احنا هنعمل كتف ضاني واحنا شغالين كده وبنحضر الحاجات بتاعتنا. هحكي لكم حكايه البنت دي كانت وهي صغيره عندها مشاكل كبيره جدا في عيلتها بين والدها ووالدتها. كان حبها الشديد لوالدتها كان دايما بيخليها تطبطب على والدتها، لان دي حاجة بالفطرة. كلنا واحنا صغيرين واحنا اطفال بنحب الام اكتر من الاب، لان الاب دايما مش متواجد في البيت. الاب بيكون دايما غايب عن البيت، فاكتر سند لينا في البيت هو الام. طيب لو الأم عندها مشاكل مع الأب، ده بيأثر على نفسية الولاد طبعا. أثر على نفسية البنت اللي في حكايتنا النهاردة جدا جدا. أثر عليها إزاي وإيه اللي حصل؟ هقول لكم دلوقتي. اللي حصل إن المشاكل دي ما أدتش لعقدة نفسية ليها، بالعكس خلتها دايما تدور على حب الناس، اهتمام الناس، رأي الناس فيها. بالرغم انها تقدر تعيش من غير الناس وتكون مبسوطة جدا، رأي الناس ولا هيقدم لها ولا يأخر لها، لكن هي كانت بتهتم بيه. كانت بتعمل ايه؟ كانت بتقرب من اصحابها جدا وتهتم بيهم جدا وتسأل عليهم، ولو حد عنده مشكلة تفضل معاه لحد ما تحلها له، وتفضل تطبطب عليه وتواسيه. بالرغم انها كانت اكتر شخص محتاج لان هو حد يواسيه، محتاج لان حد يطبطب عليه. كان عندها مشاكل شديدة جدا جدا. والدها ووالدتها كان بينهم مشاكل حد الانفصال. لما انفصلوا عن بعض هي عانت كتير، سمعت كلام مؤذي كتير جدا من أهلها ومن قرايبها. فكان ده بيأثر عليها، بس مش بيأثر عليها بالسلب، لأنها كانت شخص جميل بيحب الخير للناس، ما كانش يعرف يكره. كان بس مفتقد الحب والاهتمام اللي ما ادولهمش، يعني ما ادولهاش اهلها. يعني ابوها وامها كانوا مشغولين بمشاكلهم وكانوا ناسيينها دايما، فكانت دايما بتدور على الحب. كانت بتحب الناس بزياده وتهتم بيهم وتتعلق بيهم، تخاف انهم يبعدوا عنها زي ما ابوها وامها بعدوا عنها. ابوها وامها لما انفصلوا سابوها شويه عند خالتها وشويه عند جدتها، فده اثر على نفسيتها جدا جدا. خلاها دايما مرتبطه بأي شخص ومتعلقة بيه تعلق مرضي، تخاف إنه يروح من حياتها أو يضيع من حياتها، تخاف إنها تعيش لوحدها. لحد ما اتعلمت الدرس واتعلمت إن الشخص المعطاء بيضيع حاجات كتير قوي على نفسه، منها إن هو يفضل يطبطب على الناس ويكون الناس دي ما يستهلوش، يفضل يواسي الناس والناس دي ما تستاهلش، سواء أصدقاء، زملاء في العمل، أقارب. كلهم كانوا بيشوفوها انها شخصية ضعيفة ومهزوزة، مش شخصية قوية. بالرغم انها كانت شخصية قوية جدا، كانت بتحل لهم مشاكل هم مش قادرين عليها، كانت بتطبطب عليهم في الوقت اللي محتاجة جدا جدا حد يطبطب عليها. ما كانتش بتلجأ لحد وتقول له انا عندي مشكلة. ولو كان عندها مشكلة كبيرة عمرها ما كانت تقول لحد، كانت تجري وتفرد سجادتها وتصلي وتقول يا رب، يا رب كرمني. لحد ما اكتشفت ان التعلق بالاشخاص شيء مش كويس، شيء مؤذي. بعد كده قررت تتعلق بالله، حطت قلبها وروحها وكيانها كله مع ربنا لحد ما ارتاحت. لما كانت متعلقة بالناس وتجري ورا ده مش معقول الشخص ده هيبعد عني، صاحبتي دي هتبعد عني، صاحبتي دي فهماني غلط، دي فلانة زعلانة مني. اكتشفت ان كل ده غلط. اللي عايز يكتشف ان انا وحش يكتشف، انا مع ربنا، ماليش دعوة بالبني ادمين. وده خلاها بقت عايشة في سلام نفسي رهيب. لكن الأشخاص اللي كانت بتطبطب عليهم بقوا يشوفوها إنها حاجة غريبة. وهي بتعمل كده ليه واتغيرت معانا كده ليه؟ لأنها اختارت الصح، اختارت إنها تكون قريبة من ربنا سبحانه وتعالى، واختارت نفسها، ربنا وبعدين هي وبعدين الآخرين. لكنها كانت الأول شخص ضعيف متعلق بالناس، عايز يكون في ناس حواليه لأنه للأسف ما حسش بالأمان. فلما كانت بتعاني من المشاكل اللي كانت بتعاني منها، كانت بتجري دايما ورا الناس وتطبطب عليهم وتخاف يزعلوا، ولما حد يزعل منها تجري هي اللي تصلحه وتجري هي اللي تقول له معلش وتقول له أنا آسفة، علشان خايفة لا يبعد عنها. لما قررت إنها تشتري روحها وتقرب من ربنا،
ارتاحت وحست بسلام نفسي رهيب وداخلي، مش عايزة اقول لكم عامل ازاي. هي دلوقتي في احسن حال ومبسوطة جدا والحمد لله. واتمنى ان الحكاية تعجبكم وتهتموا بصحة ابنائكم قبل صحتهم البدنية، صحتهم النفسية. واتمنى ان الفخدة تعجبكم، وان شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنوني في حكاية جديدة. ولو عجبتكم الحكاية قولوا لي رأيكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. لو عايزين القناة تفضل مطبخ بس قولولي، لو عايزين حكايات زي دي قولولي، وإن شاء الله ربنا كريم هحكي لكم حكايات كتير وناخد منها العظة والعبرة بإننا نتعلق بالله فقط لا غير. حب الله هو النور وهو الطريق السليم اللي هيوصلنا لأي نجاح في حياتنا. ولازم نعلم ولادنا إن حب الله هو الأول والأخير. والسلام عليكم.